ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فكرت اعمل لكم كيكه بطريقه جديده خالص. كيكه حلوه جدا، طعمها حلو جدا جدا، وكمان طالعه اسفنجيه وطريه جدا وهشه خالص. شايفين؟ وتسويتها حلوه جدا. بجد بجد اول ما طلعت معايا حلوه وعجبتني جدا وعجبت الولاد، قلت بجد بسرعه لازم اعملها لكم وتشوفوها، عشان بسرعه تقوموا تعملوها بعد ما تشوفوا الفيديو ده. شايفين الكيكه؟ طالعه تحفه. طب ما تيجي نشوف الطريقه بتاعتنا. عندي 3 حبات بيض انا مخرجاهم من التلاجة ب10 دقايق قبل ما استخدمهم، عشان ما يكونش البيض ساقع معايا. وهحط عليهم كيسين من الفانيليا الحبيبات دي. لو مش متوفر عندك اكياس الفانيليا دي، ممكن تستخدمي الفانيليا السايلة، تحطي منها ربع معلقة صغيرة. وهنحط كوباية من السكر، ونقلب السكر كويس جدا مع البيض لغاية ما اللون يفتحي معانا. احنا هنقلبها بالمضرب اليدوي ده لمدة 5 دقايق. لو عندك المضرب الكهربائي يا ست الكل استخدمي المضرب الكهربائي، ما عندكيش المضرب الكهربائي استخدمي المضرب اليدوي ده. 5 دقايق بس واللون هيفتحي معاكي. بعد ما اللون ابتدى يفتحي معانا اهو، افتحي خالص. هنحط ايه؟ معلقة صغيرة من الخل الابيض. دي معلقة صغيرة من الخل الأبيض. وهحط كمان عليهم كوباية من الحليب الدافي. وهحط كمان عليهم نص كوباية من الزيت. والكوباية اللي استخدمتها في الزيت هي اللي استخدمتها في السكر، هي اللي استخدمتها في الحليب، هي اللي هستخدمها في الدقيق. يعني كوباية واحدة تستخدميها في كل المكونات بتاعتك. وتبتدي تقلبي السوائل بتاعتنا كويس. بعد ما قلبنا السوائل بتاعتنا كويس جدا، تعالوا بقى نشوف كمية الدقيق اللي عندنا. عندي 2.5 كوباية من الدقيق. والدقيق هنا منخول كويس. هحط عليه كيس من الكيك شيف، اللي هو بمقدار معلقة كبيرة. كل ما تنخلي الدقيق اكتر من مرة، كل ما الكيكة تطلع معاكي اسفنجية وهشة خالص. يعني لازم تنخلي الدقيق اكتر من مرة، عشان الكيكة تطلع معاكي اسفنجية وحلوة جدا. قلبنا الكيس كيك شيف مع الكوبايتين ونص من الدقيق. هنحط بقى كمية السوائل كلها مرة واحدة، ونبتدي نقلبه. نقلب بقى خليط الكيكه لغايه ما اتاكد ان ما فيهوش اي تكتلات، ما فيهوش اي كلاكيع. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه قبل ما انسى. انا مشغله فرن البوتاجاز على درجه حراره 180 من ساعه ما بدات اعمل في الكيكه، عشان لما اخلص الكيكه تخش على فرن سخن، ما تخشش على فرن بارد. تمام كده؟ كل حاجة بقولها لك اهو عشان تطلع معاكي الكيكة ناجحة وحلوة جدا. بجد بجد الكيكة اللي هنعملها النهاردة كيكة جديدة، طعمها حلو جدا. بتشبهني بالنايتي اللي كنا بنجيبه من السوبر ماركت. دي هسميها كيكة النايتي. حلوة جدا بجد بجد، طعمها حلو جدا وهتعجبكم جدا، وكمان سهلة خالص. قلبنا خليط الكيك كويس جدا، ما فيهوش اي تكتلات، يعني ما فيهوش اي كلاكيع. هنجيب صينيه مقاسها 24، دهنتها بشويه زيت صغيرين او اي ماده دهنيه. وبعد كده حطيت فيها شويه دقيق صغيرين. تمام كده. هنحط بقى تلتين الخليط في قاع الصينيه. لازم تحطي تلتين الخليط وتسيبي تلت على جنب. حطينا تلتين الخليط زي ما انتوا شايفين، نبتدي بس نفردها في الصينيه كده. وتروحي ضربة الصينية مرتين كده على الرخامة، عشان ايه؟ الخليط بتاعنا يتفرد كويس. عندي بقى ايه؟ مربى من مربة الفراولة. ضربتها كويس جدا في الكبة عشان كان فيها قطع زي كده. لازم تضربيها كويس جدا في الكبة او تضربيها في الخلاط لغاية ما تنعم معاكي خالص. وتحطي مقدار 3 معالق كبار من الايه؟ من الخليط ده. تحطيه عشوائي بقى، تحطي نقط، تحطي خطوط، تحطي زي ما انا بحط كده، انت هتحطيه عشوائي يعني. بس لازم المربى تكوني ضرباها كويس جدا في الخلاط او في الكبة عشان تكون ناعمة معاكي. كيكة حلوة جدا ما بتاخدش 35 دقيقة في فرن البوتاجاز على الرف في النص، على درجة حرارة 180، وبتبقى جاهزة معانا وحلوة جدا. والصراحة طعمها حلو جدا. هتنسيكي كل طرق الكيكة اللي انتي بتعمليها قبل كده. واي نوع مربى عندك ينفع. انا هنا عشان بحب مربى الفراولة، وعندي متواجدة يعني مربى الفراولة في التلاجة، فقلت ايه؟ هحط مربى الفراولة. حطي اي نوع مربى عندك موجود. كده حطيت كمية المربى اللي انا عايزاها. هبتدي بقى افضي تلت الكمية اللي هو الخليط اللي فاضل معايا في الطبق، افضيه كله بقى. احنا فضينا تلتين في الاول وحطينا المربى بتاعتنا. بعد كده هنفضي التلت الاخراني ده ونفردها كلها على الصينية.
شايفين أنا بافرد الخليط الكيكة في كل الصينية، فردتها في كل الصينية الخليط بتاع الكيكة. نبتدي بقى نحط مربى تاني في الصينية من فوق كده. وزي ما بقول لكم أنا بحط عشوائي، يعني ممكن تحطيها على شكل خطوط، ممكن تحطيها على شكل نقط زي ما أنا عاملة كده، يعني بتحطي عشوائي حسب ما انت عايزة. بعد ما بخلص خالص بقى زي ما انتوا شايفين كده، هنبتدي بقى ندخلها فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص لمدة 35 دقيقة. بعد 35 دقيقة هتفتحي الفرن وتختبريها بأي عود من الشيش طاووق. تختبريها، لو طلع ما فيهوش أي حاجة تطفي عليها بعد 35 دقيقة وتسيبيها 3 دقايق في الفرن عشان ما تهبطش منك. بعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. بعد 35 دقيقة على درجة حرارة 180 سبتها 3 دقايق في الفرن وطفيت عليها. بعد كده حطيتها على الطبق وابتديت اقطعها زي ما انتوا شايفين. هي لسه سخنة، لسه ما بردتش. انا من كتر ما النتيجة حلوة جدا مستعجلة اوريكم الكيكة من جوه. تحفة بجد بجد، كان نفسي ادوقها لكم تدوقوها معايا. طعمها حلو جدا، سهل خالص، شكلها تحفة. شايفين الحرف بتاع الصينية؟ انا بحب الحرف بتاع الصينية جدا، مش عارفة، الحتة اللي بتعجبني في الكيكة الحرف بتاع الصينية ده. كمان هجيب لكم حتة كمان من نص الصينية. شايفين؟ عالية واسفنجية خالص وطرية خالص، بجد بجد طعمها حلو جدا، واخدة لون في التسوية حلو جدا. شايفين لما بدوس عليها طالعة نازلة معايا اسفنجية جدا وهش خالص. وكمان شايفين لما بقطعها حلوة جدا. جربوها، بلاش تحكموا على الحاجة غير لما تجربوها، لأن لما تجربوها تعتمدوها. طريقة حلوة جدا، طعمها بجد بجد تحفة، سهلة خالص. 35 دقيقة وكانت جاهزة معانا. وزي ما انتوا شايفين انا قطعتها لكم وهي سخنة لسه ما بردتش. تحفة. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي وعجبتكم الكيكة بتاعتي متنسونيش في اللايك والشير مع اصحابكم. ولو مش مشتركين معايا في القناة اشتركوا ونوروا قناتي وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار جديد بكل فيديو بنزله. شايفين الكيكة؟ جربوها، طريقة جديدة، طريقة جديدة خالص. يعني بجد بجد انا لما طلعت معايا حلوة وعجبت العيال قلت لازم اوريها لكم وتعملوها على طول. شايفين التسوية بتاعتها من تحت ومن فوق؟ واخدة لون تحفة. يلا جربوها وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى. جربوا الحاجة الأول وبعدين احكموا عليها، وعايزة أسمع رأيكم في التعليقات. وبألف هنا.